ويا اهلا بيك يا صديقي مره تانية. في المدرسه يا صديقي بيعلمونا ازاي نجيب فلوس، سواء من شغلك كموظف او انك تشتغل مثلا في اي وظيفه تانية. في المدرسه بيعلمونا ازاي نقرا، ازاي نكتب، ازاي مثلا ننجح في الرياضيات، ازاي نذاكر، ازاي نحل في الامتحان ونخرج، سواء بقى تنسى المعلومات ديت او مش تنساها وتفضل معاك. ولكن عمرهم ما علمونا ازاي نجيب فلوس، او بمعنى اصح ممكن يعلموك ازاي تجيب فلوس بانك مثلا تشتغل في وظيفه بعد ما تتخرج، ولكن محدش بيعلمك الفلوس ديت عباره عن ايه او ازاي تحافظ عليها وتستثمرها صح. ولكن خليني كده اجيب الجاكيت عشان الصراحه الدنيا بدات تسقع شويه، واكلمك كده ببساطه في الحاجه اللي انا جاي اكلمك عنها النهارده. الغنى والفقر يا صديقي ما بيعتمدش على كميه الفلوس اللي معاك، بيعتمد على عقليتك. هل انت بتفكر كشخص غني ولا بتفكر كشخص فقير؟ سواء في المدرسه بمراحلها كلها، الابتدائيه والاعداديه والثانويه، او سواء لما انت تخش الجامعه، مفيش ولا مره هيعلموك فيها ازاي تحافظ على فلوسك او انك ازاي تستثمر فلوسك صح. هم كل اللي بيعملوه انهم بيهيئوك انك تنزل تشتغل في سوق العمل، ده لو هيئوك يعني، وما احتاجتش 5 6 7 8 9 10000 كورس يعني كده على 15 جامعه، وايدك الاثنين يكونوا يمين وعندك مشط رجل وكعب رجل عشان تعرف تاخد الوظيفه اللي انت بتحلم بيها. وهنا بالظبط بيجي دور حاجه مهمه جدا، الا وهي انك تتعلم اصلا يعني ايه فلوس، دراسة المال. في الفصل الثاني في كتاب الأب الغني والأب الفقير، روبرت تي كيوساكي بدأ بحاجة جميلة قوي، بدأ بسؤال وألا وهو لماذا يجب تدريس الثقافة المالية؟ وقال حاجة حلوة قوي، ليس مهم مقدار المال الذي تجنيه، ولكن المهم مقدار المال الذي تحافظ عليه. حسبة بسيطة كده صديقي، لو احنا لمينا الفلوس اللي في الدنيا كلها ورجعنا وزعناها على الناس كلها بالتساوي، فببساطة اللي هيحصل كالتالي: الشخص اللي كان غني وخدنا منه فلوس ووزعناها هيرجع غني تاني، والشخص الفقير هيفضل برضه فقير. طب ليه ده حصل او ازاي حصل مع ان الاثنين كان معاهم نفس المبلغ؟ علشان باختصار كده في حد فيهم بيفكر ازاي ان هو يحافظ على فلوسه ويكبرها، وواحد تاني كل اللي بيفكر فيه هنتغدى النهارده فراخ ولا كفته، او هيشتري العربيه الفيراري الاول واللامبورجيني. فتيجي في الاخر تبص لنفسك صرفت فلوسك كلها في مجرد حاجات انت ممكن نقول انها ملهاش لازمه كبيره قوي، او بمعنى اصح ما بتدخلكش فلوس، فبالتالي المبلغ بتاعك بدا ينقص 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 لحد ما رجع تاني للصفر. لكن على المقابل لو انت مثلا اشتريت اساس، اشتريت عماره، اشتريت شقه، اشتريت حاجه ممكن تدخل لك دخل شهري، فالسعر بتاعها هيفضل ثابت، ده اذا اصلا ما كانش بيزيد واحده واحده مع الوقت. بالاضافه ان هي بتدخل لك حاجه زي رنت مثلا، ايجار بتدخل لك في الشهر، او بتوفر لك حاجه تانية، او مثلا بتوفر فلوس تانية انت ممكن تدفعها. فبالتالي ده بيكون الاستثمار الناجح. وطبعا لو انت من بلد الحبيب مصر، فمع ارتفاع سعر الدولار وكل الحاجات اللي احنا بنمر بيها الفتره دي، فانت لو ما عندكش مصدر دخل واثنين وثلاثه واربعه وبتعرف تطير، وزي ما قلت في البدايه عندك ايديك الاثنين يمين، فانت في الغالب هتكون بتمر بازمه دلوقتي، وهي ازمه وخلاص اتحطت وفرضت على الكل. فيا اما انت تطلع منها بشياكه، يا اما تفضل فيها وتفضل عايش في الطين طول حياتك، يا اما لو انت قاعد في الازمه ديت تحاول ان هي لو لا قدر الله اتكررت تاني، وهي ان شاء الله مش تتكرر، تعرف تطلع منها باسرع واسلس طريقه ممكن. وفي حاجه انا دايما بقولها في كل الفيديوز وهقولها تاني دلوقتي: افضل استثمار انت ممكن تستثمره في حياتك هو استثمارك في نفسك. ليه؟ علشان عقليتك ومخك هم اللي انت ممكن تعمل بيهم اي حاجه. عقليتك هي اللي ممكن توديك انك تفضل تشتغل موظف طول حياتك، او عقليتك هي اللي ممكن تخليك صاحب اعمال ناجح. وعلى فكره ما بقولش ان الشغل ده موظف وحش بتاتا، في ناس عارفه هي بتعمل ايه كويس جدا في وظايفها وبتاخد مرتبات صعب جدا عليك كبزنس مان انك توصل لها بسهوله. ولكن حاول دايما يكون عندك اكتر من مصدر دخل واستثمر فلوسك صح. ولو عاوز تستفيد شويه كمان ممكن انصحك تقرا كتاب الاب الغني والاب الفقير، اللي هو الكتاب ده لو انت حابب الخص لك الكتاب ده كده في اكتر من سلسله فيديوهات، فقول لي تحت في الكومنتات. مع السلامه.